لو سالتك دلوقتي انت اخبارك ايه هتقولي انا زي الفل، انا تمام. ده السؤال الطبيعي. لكن لما تبقى قاعد لوحدك بالليل تبقى مخنوق، تبقى زهقان، تبقى بتنتابك مشاعر سلبيه بعضها انت مش عارف تصنفها. دكتور ديفيد هوكنز في نظريه مستويات الوعي قدر يصنف المشاعر دي ويربطها بمستوى وعي الفرد. مشاعر زي الاسى، مشاعر زي الشعور بالذنب، مشاعر زي الاحساس بالخزي او العار، مشاعر زي الغضب او الفخر او الغرور، مشاعر زي الخوف والتردد، مشاعر زي الرغبة. المشاعر دي صنفت كمشاعر سلبية في نظرية مستويات الوعي دكتور ديفيد هوكنز. الأخطر من إن إحنا نعرف أسامي المشاعر دي إن إحنا نعرف إن إحنا ممكن يكون المشاعر دي جوانا ولكن إحنا مش معترفين بيها لأنفسنا. أنت ممكن يكون جواك إحساس كبير بالأسى لحالك، شعور بالذنب، ممكن يكون جواك إحساس بالخوف، ممكن يكون جواك إحساس بالغضب، بس أنت ممكن يكون جواك إحساس باليأس من إن أي حاجة أنت ممكن تكون بتعملها مش هيكون ليها نتيجة. الأخطر من إن المشاعر دي تكون جواك إن أنت ما تكونش معترف بالمشاعر دي لنفسك على مستوى اللاواعي. ليه؟ لأنها موجودة وبتأثر على تفكيرك وقراراتك، وبينتهي بيك الأمر إن أنت ما بتخلصش مشاريع وبتبتدي حاجات ما بتنهيهاش وبتبقى قاعد مكتئب بدون سبب معين. طب إزاي نحل حاجة زي دي؟ آلية السماح بالرحيل بتحل ده. إزاي؟ هنشوف الفيديو اللي جاي.